أظهرت المعلومات المتعلقة بضحايا المجزرة التي ارتكبها أحد المتطرفين اليمينيين في النرويج وجود فتاة عراقية بين الضحايا 62 الذين كانوا مقيمين في معسكر صيفي بجزيرة أوتويا التي استهدفها المتطرف. رغم بعدها عن جحيم التطرف الإسلامي الضارب أطنابه في بلدها الأم، إلا أنها وقعت بين فكي وحش التطرف اليميني الذي أجهز عليها وهي ابنة 20 ربيعا. رافال جميل ياسين الضحية العراقية التي قضت نحبها في مياه جزيرة أويوتا حيث قتل 62 آخرون، إضافة إلى بضع أشخاص مفقودين يرجح أنهم لقوا حتفهم بعد أن ظنوا أن البحيرة ستعصمهم من نيران المتطرف اليميني، لكنه لاحقهم برصاصه وقتلهم. ورغم أن المعلومات تتضارب حول مصيرها، فما بين مصدر يؤكد عثورهم على جثتها وآخر ينفي، إلا أن المعلومة شبه الأكيدة أنها لم تنجو من هذه المجزرة التي كان مسرحها مخيما صيفيا في جزيرة أويوتا يحوي 700 شخص أعمارهم بين 14 و 35 سنة. الضحية رافال طالبة جامعية تقيم مع عائلتها في بلدة إيغرسوند الواقعة على بعد 315 كيلومترا شمال العاصمة أوسلو. ويظهر من صور وجدت على موقع اليوتيوب أن والدها الذي وصل إلى النرويج كطالب لجوء في عهد نظام صدام حسين يملك مدرسة تحمل اسم عائلته. عدنان السوادي، العربية. اللبناني باسل عواد نجا من مجزرة النرويج وعاد إلى لبنان ليروي مشاهداته. بيوصلنا خبر الانفجار اللي حصل بأوسلو وبيدعوا لاجتماع لكل المخيم بقاعة الاجتماعات. نعم. فور توجهنا على قاعة الاجتماعات وبدأنا نتسير عن شو عم بيصير بأوسلو، والبعض بلش يفكروا انه وراء الحدث اللي صار بأوسلو هو معمر القذافي، وما نعم. هي الا لحظات وبيبدأ صوت اطلاق الرصاص. ساعتها دب الذعر بقلب الموجودين داخل القاعة وبلشت ناس تهرب. طبعا في كتير ناس برا، يعني هو كان كل ضرب عم بقوسه عم يقتل حدا فيه. نظرت أنا من النافذة تبع قاعة الاجتماعات وهني نحن يعني المخيم كلياته خيم وعبارة عن بعض البيوت مبينة يمكن. نعم. اللي هي بيوت خشبية من طابق واحد. نعم. فلقيت الشخص هو ذاته يلي أشقر حامل سلاح لابس أسود. نعم. شفته على بعد 5 أمتار عني كان، لحديت ما شفت بنت عم تركض وبقوصها براسها على بعد مترين عنه. يعني شو عملت؟ ساعتها فهمت انه لا، هاي الحق يعني في مجزرة عم بتصير. دغري توجهت وصرخت للي بقيوا، يعني واصلا ما كانوا كتار، يعني كنت من الاخر الناس اللي ظهروا من الاوضه، انه لننجي بحياتنا. كلكم ظهرتوا من الباب الخلفي؟ كل الناس. شو عملت؟ توجهنا باتجاه يعني المعاكس لمطرح ما انا شفته، يعني ظهري له وتوجهت بالاتجاه المعاكس، يعني باتجاه البحر.